اتولد الجاسوس المصري محمد عمر حمودة في حي من أحياء القاهرة، بس عاش طفولة ومراهقة كانت مختلفة عن أي حد تاني. أصله كان مصاب بالشذوذ الجنسي وكان بيحب هو اللي يلعب دور الأنثى، فاهمني طبعا. المرض زاد واتمكن منه بشكل غريب جدا لدرجة إنه ما بقاش نافع معاه أي علاج ولا حتى أي عقاب. الموضوع بقى زاد قوي وانتشر بين صحابه ومعارفه والمنطقة اللي ساكن فيها، لحد ما الموضوع بيوصل لأبوه وأبوه بيعرف حقيقة ابنه. وكأي أب لما عرف مصيبة ابنه دي حاول إنه يقف جنبه ويخرجه من المشكلة اللي هو فيها، حاول يعاقبه بس مفيش فايدة، حاول يعالجه برضه مفيش فايدة، لدرجة انه وصل بيه الحال انه كتف ابنه في السرير عشان يمنعه من النزول. لكن كل محاولات الاب دي بتذهب اضرار الرياح، وفضل الحال على كده لغاية ما محمد قدر انه ياخد شهادة الثانوية العامة. وهو كان مقرر انه هياخد شهادة الثانوية وكفاية قوي على كده ومش هيكمل تعليمه. وبعد ما اخد شهادة الثانوية العامة طلع على منطقة التجنيد عشان يقدم في الجيش، وطبعا اخد اعفاء على طول لان المشكلة بتاعته اتعرفت بمجرد توقيع الكشف الطبي عليه. وبعدها كان عايز يمشي من مصر باي شكل من الاشكال، اصل الدنيا كانت عماله تضيق عليه. ابوه وقطع عنه المصروف، سيرته بقت على كل لسان، ده بالاضافه ان مفيش اي حد عايز يشغله. ومحمد ولا عايز يتعالج ولا عايز يتوب عن اللي هو فيه، كان عمال يدور على المكان الامثل اللي يمارس فيه شذوذه بدون اي رقيب، وما لقاش الا اوروبا واسرائيل ان هم دول المكان الامثل. فهناك هيقدر يمارس شذوذه بحريه، لان ببساطه الموضوع مرحب به هناك وعادي جدا. واثناء ما كان عمال يدور ويبحث في الموضوع بيلفت نظره قصه شاب اسمه شاكر فخوري. الشاب ده كان شاذ جنسيا بس كان جاسوس. محمد عمر بقى ما كانش بس معجب بشخصيه شاكر، لا ده كان بيتخذ من شاكر القدوة والمثل الأعلى اللي المفروض يحتذي بيه. اللي لفت نظر بقى محمد عمر في شخصية شاكر مش إن شاكر كان بس عايز يشتغل جاسوس، لا ده هو بنفسه اللي راح للسفارة الإسرائيلية وطلب منهم كده. يعني بالفعل شاكر راح للسفارة الإسرائيلية وطلب منهم إنه يشتغل جاسوس، ورحبوا بيه وقدر بالفعل إنه يشتغل معاهم. فلو محمد عمر قدر انه يشتغل جاسوس ومشي على نفس خطى شاكر، ساعتها يبقى ضرب عصفورين بحجر واحد. فمن ناحية هيبقى ضامن دولارات ما كانش يحلم بيها، ومن الناحية التانية هيقدر انه يمارس شذوذه بدون رقيب وبدون ما حد يقول له انت بتعمل ايه. فقال لنفسه خلاص لقيتها، طب ما انا اعمل زي ما شاكر عمل، ابويا وقرفني سيرتي وبقت على كل لسان. وفعلا قعد يخطط بمنتهى السريه وجهز كل اوراقه ومن غير ما حد يحس بيه. ويوم السفر اخد شنطته وورقه وطلع على اسطنبول في تركيا. سافر من مصر وهو عارف هو هيعمل ايه كويس وراسم خطته. واول ما نزل في مطار تركيا حس انه خلاص كل الابواب اللي كانت مقفوله قدامه بتتفتح. اصل هنا بقى مفيش حد هيقول له انت مين ولا بتعمل ايه ولا رايح فين ولا جاي منين. وبدا بالفعل يمارس افعاله الشاذه لمده كام يوم كده، وبعد كده بدا ينفذ الخطه اللي كان جاي عشانها من البدايه. فاخد بعضه وطلع على السفاره الاسرائيليه، واول ما وصل وقابل موظف في الاستقبال دخل في المفيد على طول. مساء الخير، انا عايز اشتغل جاسوس. طبعا موظف في الاستقبال انصدم واندهش من اللي سمعه. وبعد كام دقيقة دخل عليه الواحد ده باين عليه انه من الموساد، واول سؤال سأله لمحمد هو انت مصري؟ قال له انا مصري. طب طلباتك ايه يا عم محمد؟ قام محمد حاطط ايده في جيبه وطلع الباسبور المصري بتاعه ومديه لظابط الموساد، وقال له بص انا مش عايز ارجع مصر تاني، انا فكرت اني اعيش في اي دولة وانتوا اكتر ناس هتخدمني، فشغلوني وعيشوني معاكم وانا تحت امركم في اي حاجة، المهم اني ما ارجعش مصر. فرد عليه ظابط الموساد وقال له بص انا مستغرب طلبك جدا، بس عندي سؤال، هو انت ليه ما رحتش لاي دولة عربية ولا حتى اي دولة اوروبية تانية؟ انت يا ابني مش عارف ان احنا وانتم في حالة حرب؟ انت مش خايف؟ فرد محمد عليه وقال له لا انا مش خايف. فابتسم ظابط الموساد وقال له طب يا بطل تعالى بقى معايا، خد كده شوية الورق دول، عايزك كده تقعد برواقة وتكتب لي كل حاجة عن حياتك، اهلك، صحابك، معارفك، تعليمك، كل حاجة، حتى لو انت شايف الحاجة دي تافهة يا ريت تكتبها. خدوا بقى المعلومة دي مني لكم انتوا. بتوع الموساد دايما لما بيجي لهم اي جاسوس بيحبوا ويحاولوا بكل الطرق انهم يحسسوه بالاحتواء، وقد ايه هم الظهر القوي اللي يقدر يتسند عليه، وان اي مشكلة عنده مهما كانت المشكلة دي هم ببساطة شديدة هيقدروا يحلوها. هم شاطرين قوي في انهم يحوطوا الجاسوس ويفضلوا مع الزبون بالشكل ده لغاية ما يقع في المصيدة، وبعد كده بيظهر بقى وشهم الحقيقي.
يا هتشتغل معانا بالطريقه اللي احنا عايزينها يا نلبسك البدله الحمراء هناك في مصر. المهم بعد ما صاحبنا كتب البيانات في الورق، قام ضابط الموساد مطلع من جيبه شويه دولارات ومديهم له وقال له بص يا بطل، خد الفلوس دي واعتبرها كده زي ما بتقولوا في مصر عربون محبه بيننا وبينك. اتدلع بقى كده وشبرق نفسك وهات كل اللي انت نفسك فيه. ومش بس كده، لا ده احنا كمان حجزنا لك في فندق 5 نجوم في تركيا، هتقعد في الفندق ده كام يوم لغايه ما نتواصل معاك، وما تقلقش حساب الفندق مش من الفلوس اللي اديناها لك، لا ده الحساب علينا. يا دوب عدى يومين وظابط الموساد راح له الفندق وقال له بص يا محمد، احنا عارفين قد ايه انك شاب قوي وبتحب المغامره، وان انت جيت عندنا هنا علشان انت متاكد من جواك اننا اقوى جهاز مخابرات في العالم، بس اعذرنا اصلك احنا برضه لازم نتاكد من ولائك، فقررنا اننا نكلفك بمهمه في لبنان، لو عملت المهمه دي ساعتها هتبقى الراجل بتاعنا ونقدر نثق فيك. بس هو اشمعنى لبنان يعني؟ اصل مجموعات المقاومه الفلسطينيه في الوقت ده كانت بتتجمع وبتعمل الخطط بتاعتها على حدود لبنان، فيخشوا ينفذوا عمليتهم في فلسطين ويرجعوا جري تاني على حدود لبنان، وده اللي كان مجنن الموساد حرفيا. فكانوا عايزين يزرعوا جاسوس وسط مجموعات المقاومه الفلسطينيه، يبقى دور الجاسوس ده انه ينقل لهم كل الاخبار، عددهم، تسليحهم، عملياتهم اللي جايه، مواعيدها، اسماء القاده بتوعهم، كل حاجة. وكمان يستغلوا الجاسوس ده في انه يوقع بين اعضاء رجال المقاومة وبعضهم، ويوقع بين اعضاء المقاومة واهل البلد في لبنان، يعني من الاخر بيتبعوا مبدأ فرق تسد. فبعد ما دربوه قاموا باعتينه على لبنان، وكده كده هو بالنسبه لهم مش فارق لهم في اي حاجه، والله اشتغل وجاب معلومات شكرا يا عم كويس، ما اشتغلش او اكتشفوه او حتى قتلوه ما في 60 داهيه، هو احنا خسرانين ايه اصلا؟ هيقولوا بقى كل السبل والطرق اللي تخليه يقدر ينضم للمقاومه الفلسطينيه. والواد كان ايه؟ كان جاسوس نابغه، فبعد فتره قصيره من انضمامه للمقاومه قدر انه يجمع معلومات خطيرة جدا زي اسماء القادة وتحركاتهم. ومن المعلومات الخطيرة اللي جمعها وكان لازم يبعتها للموساد هي معلومات عن تنظيم اسمه تنظيم ايلول الاسود. التنظيم ده بقى كان مسؤول عن عمليات الاغتيالات اللي بتتم عند الصهاينة. بس هنا كان في مشكلة، اصل الموساد ولا اتفق معاه ولا حددوا له اي طريقة للتواصل معاهم، فازاي بقى هيقدر يبعت المعلومات اللي جمعها دي للموساد؟ بس الواد كان ايه في الخيانة مقولكوش، نابغة وذكي جدا، قدر انه يوصل لحيلة عشان يروح يبعت التقارير بتاعته للموساد. فقال للناس بتاعت المقاومة انه لازم ينزل مصر عشان عايز يجيب شهادة الثانوية العامة بتاعته، لانه ناوي يقدم في الجامعة هنا في بيروت. فالناس صدقته وما ادوهوش اي خيانة وسابوه يسافر عادي. فطلع من لبنان على سوريا ومن سوريا على تركيا، واول ما وصل تركيا طلع جري على السفاره الاسرائيليه عشان يقابل ضابط الموساد، وبالفعل بيقابله وبيبلغه بكل المعلومات اللي قدر يجمعها. الضابط فرح بالمعلومات دي جدا وحس بالفخر ناحيه تلميذه الجاسوس النجيب النابغه، وقال له تمام انت كده اثبتت لنا ولائك، استعد بقى يا بطل عشان المهمه الجايه في القاهرة. قعد يصوت ويزعق ويقول لهم لا طبعا انا جاي هنا عشان انا هربان من مصر، انتوا عايزيني ارجع لها تاني برجلي؟ بس بعد ايه بقى يا عم محمد؟ ما خلاص الفاس وقعت في الراس، احنا يا حبيبي ما عندناش حاجة في شغل الجاسوسية اسمها لا، ده امر اللي يتقالك تنفذه، احنا مش جايين نلعب هنا. بس عموما يعني يا عم محمد ما تخافش، احنا برضه وراك وفي ظهرك وبنقدر نحمي رجالتنا كويس قوي. المهم قدروا انهم يطمنوه ويقنعوه انه ينزل على مصر، اصلهم محتاجينه في مصر اكتر من اي مكان تاني بسبب حالة الغليان اللي كانت بتحصل ساعتها في اغلب جامعات مصر، وده كان بسبب وعود السادات للحرب. فهم عايزين يعرفوا هل السادات هيستجيب للضغط الشعبي ده ولا لا، وكمان عايزين يعرفوا هو الغضب اللي في الشوارع والجامعات ده واصل لحد فين بالظبط. وانت يا محمد كنت قايل لنا ان ليك اخ اسمه عبد الحميد طالب في الجامعه، واكيد اخوك وزمايله هيسهلوا عليك المهمه دي. المهم ادوله فلوس وهدايا كتير عشان يقدر يصرف براحته. وفي يوم 1 ابريل سنة 1972 كانت أول زيارة لمحمد عمر في القاهرة. في الوقت ده بقى كان عبد الحميد أخوه في سنة 4 كلية تربية، وكان قاعد في المدينة الجامعية، فبدأ إنه يزور أخوه ويقرب أكتر منه من أصحابه. وطبعا مفيش أي مشكلة لو كان كل يوم عزمهم في مكان شكل. أصحاب أخوه بقى كانوا مبهورين بيه، بفلوسه، بشياكته، بحكاياته مع البنات الأجانب اللي ما كانتش بتحصل أصلا. ويعدي يوم ورا يوم ويبدأ محمد ياخدهم في كلام تاني خالص عن السياسة، عن أوضاع البلد، عن الأحداث اللي بتحصل في البلد. وطبعا بسبب اندفاع الشباب بقوا بيندفعوا في الكلام ويطلعوا كل اللي في قلوبهم، وهو بيعمل نفسه متفاعل معاهم ويندفع أكتر منهم. وتعدي الأيام ويزيد كلامهم ويزيد معلوماته. والخاين محمد عمر كان مبسوط جدا، ما كانش ملاحق يكتب ايه ولا ايه من كتر
المعلومات اللي كان بياخدها منهم، لحد ما يجي يوم ويطلب منهم طلب غريب قوي ما يطلبهوش عيل في ابتدائي. قال لهم بصوا يا شباب، بصراحه انتوا شباب تبهر، انتوا مثقفين جدا، انا بستفيد من كل كلمه انتوا بتقولوها، فيا ريت بقى تقعدوا كده كل الكلام اللي انتوا بتقولوه ده تكتبوه لي في ورق عشان اقعد على مهلي كده وبتأني اقراه واستوعبه براحتي. فالشباب استغربت جدا، كلام ايه ده اللي هو عايزنا نكتبه له؟ احنا قاعدين بندردش عادي، بس ما حسسوش محمد باي حاجه. وتخلص السهره من هنا عشان يجي تاني يوم والثلاث شباب دول يطلعوا على جهاز مباحث امن الدوله ويقعدوا مع اللواء سيد فهمي مدير الجهاز واللواء احمد رشدي رئيس مباحث الجهاز، وحكوا لهم على كل حاجه وانهم شاكين في محمد عمر. قالوا لهم طب بصوا بقى، كل الكلام اللي انتوا بتقولوه ده حلو قوي، بس للاسف مفيش عليه اي دليل، ولو احنا واجهناه بالكلام ده هو من الطبيعي انه هينكره، فاحنا هنديكم جهاز تسجيل دقيق وصغير جدا وهتقعدوا معاه وتحاولوا تستدرجوه في الكلام عشان يقول كل اللي عنده، وساعتها هيبقى عندنا نفس الكلام اللي انتوا بتقولوه ده بس بصوته هو. فخرجوا من جهاز مباحث امن الدولة من هنا وبدأوا ينفذوا الخطة من اول يوم. كل كلمة كانت بتتقال كانت بتتسجل لغاية ما يجي يوم 19 مايو سنة 1973 الساعة 3 الفجر. بيتفاجئ محمد عمر برجال المخابرات ورجال مباحث امن الدولة فوق دماغه وهو قاعد في المدينة الجامعية مع الشباب، وطبعا قبضوا عليه. بس الشاذ الخاين حاول انه ينكر كل التهم اللي اتوجهت له، بس طبعا الادله كانت اقوى من انكاره. اصلهم وهم بيفتشوه لقوا معاه ورقه مكتوب فيها قائمه التكليفات اللي اخدها من الموساد، مع ان الضابط بتاع الموساد قال له تحفظ اللي في الورقه دي وتحرقها، بس من غبائه وغباء الضابط اللي مشغله هو احتفظ بالورقه. وكمان لقوا معاه فاتوره الفندق اللي كان قاعد فيه في تركيا ومكتوب عليها تم السداد بواسطه السفاره الاسرائيليه. لا ده انت غبي بجد. وبعدها بيعملوا تحريات عن عيلته، عن اصحابه، عن كل الناس اللي كانوا محيطين بيه، بس بيتاكدوا انهم مالهمش ذنب وانهم ما يعرفوش اي حاجه. وبعدها بيتم احالته لمحكمه امن الدوله العليا وبيتم الحكم عليه بالسجن المؤبد لمده 25 سنه. الله، طب هو ليه مش اعدام؟ ده احنا حتى في فتره حرب ودي تعتبر خيانه في وقت الحرب. ده لان التحريات والتحقيقات اثبتت انه على صله بالموساد، بس اثبتت برضه انه كان لسه ما بعت لهمش اي حاجه. عاشت مصر وعاش رجال المخابرات العامه المصريه اللي حوادثهم وبطولاتهم ما بتنتهيش ضد اي كلب او اي جاسوس. وبكده انا خلصت. انا ميدو جبريل من برنامجكم ميدوبيديا، ويا رب لو المحتوى بتاعي بيعجبكم ما تبخلوش عليا باللايك والشير لو كنتم بتشوفوني على الفيسبوك، والاشتراك في القناة لو بتشوفوني على اليوتيوب. شكرا ليكم واستنوني في حلقة جديدة.